بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. صباح الفل عليكم جميعا وتحياتي ليكم من القلب. اللهم انصر أهلنا في فلسطين نصرك العزيز المبين، اللهم آمين يا رب العالمين. أنا جاي لحضراتكم أتكلم عن هذا اللاعب المجتهد اللي مكسر الدنيا واللي عامل عظمة على عظمة في الدوري الألماني. عمر مرموش، ابننا، ابن مصر، ابن المنتخب المصري، عمر مرموش. هتكلم كلمتين عليه بسرعة كده عشان اديله حقه. انا لا انا اعلامي ولا بس لازم اطلع واديله حقه، ارضيه زي اللي احنا بنرضيه دايما واللي الاعلام بيسلط عليه دايما. انت عارف حضرتك ان عمر مرموش هو هداف الدوري الالماني؟ زي ما بقول لك كده، برصيد 6 أهداف. هذا الولد المجتهد لاعب عامل عظمة على عظمة، مكسر الدنيا. كل الصحف وكل الإعلام بيتكلم على عمر مرموش، وكل الأندية الكبيرة بتجري وراه. 6 أهداف، يعني ما لا هاري كين هداف، ولا جمال موسيالا، ولا فرينز. يعني الثلاثة دول لعيبة حدث ولا حرج. عمر مرموش تفوق عليهم وهو هداف الدوري الألماني. وعمر مرموش مساهم ب9 أهداف مع فريقه، مساهم ب9 أهداف. عمر مرموش الولد اللي تحت ده المجتهد عنده 6 أهداف ومساهم في 9 أهداف زي ما قلت لحضرتك. تمام؟ وكل الصحف بتتكلم عنه. هنقول إيه تاني؟ يعمل إيه تاني عشان نتكلم عليه وياخد حقه؟ نعمل إيه؟ فخر العرب الجديد. ما احنا عندنا فخر العرب وفخر، ايه المانع يكون عندنا 3 فخر عرب و10 و20؟ ايه المانع؟ ايه المانع ان احنا ندي الولد حقه؟ عامل عظمة على عظمة، نفرح. وعقبال منعم، وعقبال من مصطفى محمد، وصلاح يتألق دايما متصدر الدوري، الحمد لله، ألف مبروك. وتريزيجيه وعمر مرموش وصلاح ومصطفى محمد، دول الأعمدة اللي يعني عواميد، ال4 عواميد بتوع الخيمة بتاع منتخب مصر. تمام. عمر مرموش أحسن لاعب في فريقه، وأحسن لاعب في الدوري الألماني لغاية دلوقتي. إحنا ناسيينه ليه؟ إحنا ما بنتكلمش على أولادنا ليه؟ إحنا لما نلاقي لعيب مجتهد ومكسر الدنيا ما بنسلطش عليه الضوء ليه؟ في الأون تايم وفي محور، وفي اللي بيسيوي، في اللي نسيوي، اللي بيسيوي يا اخي ما تدوا له الراجل حقه. زي ما بتعمله الليله وبتمسكوا الطبله وبتطبلوا ليل ونهار لما حد معين يعمل اي حاجه. كلهم ولادنا، بس انا لازم ادي الواد حقه. هو يعني ما بيتفرجش، ما بيشوفش؟ بلده واعلام بلده لازم يقف وراه ويحفزه، واحنا وراك وفي ظهرك لما نوصلك انك تلعب في احسن دوري في العالم. ليه ما يلعبش في الريال؟ ليه ما يلعبش في الليفر ولا المان سيتي؟ مش ابدا. عامل شغل خرافي. النهارده مسجل 2 هدفين وعامل 2 اسيست. نقول ايه ونعيد ايه؟ ادوا للناس حقها. ادوا للناس حقها زي ما بتدوا للي خدوا الكاس بضربة الحظ، بضربة الترجيح، بضربة حظ. عمالين تطبلوا وتتصرفوا ناس وتجيبوا ناس وشفلان وعلان وواحد حتحوت وعبد جواد وغيره والهجاص والكاذب كل الدنيا. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ده احنا بناخد البطوله بالليل الصبح قبل ما بنفطر بنقول لهم الدوري ال 45، ابطال افريقيا ال 13. ما خلاص خلص. بلاش النفخه الكدابه ده، هي حاجة وقعت مننا وخلاص كلها واسكت واقطم. زي ما قال لك محمد شيخ الناقد السعودي مع وليد الفراء، يقول لك لا يمكن يستمر، ومستحيل.
الا اذا الاهلي سكر بيبانه وقعد 30 سنه ممكن يحصله. افهموا الكلام، ادوا للناس حقها وخليك هادي. ما تخليش الناس تاخد عنك فكره ان انت مطبلاطي وان انت كاره لحته تانية وبتحب حته تانية. كلهم مصريين، زمالك اهلي مش عارف ايه. زي الفيديو اللي منتشر للجماعه بتوع الاسماعيليه، مش هو ده الاسماعيلي يا كابتن خطيب اللي رحت اشتريت لنا واحد ب 50 مليون؟ كانوا امبارح مزقططين وعاملين حفلات وذبحيه الاسماعيلويه، والفيديو منتشر. ده حاجه تزعل. رايح تجيب عمر الساعي، لا عيبه على راسنا من فوق. وانا سجلت قبل ما تجيبوه، قلت ما يسواش 5 مليون. رايح تدفع وتقول لا ساعد نادي الاسماعيلي. شوف الجماهير بتقول ايه. جماهير الاسماعيلي، جماهير بورسعيد، بيراميدز، الناس اللي المنظم ده مالوش جماهير. كل جماهير الزمالك الا اللي بيفهم، كل دول كارهين للنادي الاهلي قولا واحدا. ما حدش يقنعني في مصر ان حد من دول بيحبنا، واحنا رايحين ندفع 50 مليون في عمر الساعه على عيننا وعلى راسنا. طب نشوف. ونقعد سنتين في محمد علي بن رمضان، ونقعد سنتين لما نجيب مهاجم، ونقعد سنتين لما نجيب 2 اجنحه. 2 اجنحه زي ما كان بيقول الزنطور. انت عايز يد اجنحه؟ طب انا عندي وراك صدر ينفع. اقول لكم ايه. المهم انا في مرموش اللي عاجبني، تريزيجيه عاجبني. عيال مجتهد، عيال بتشتغل صح. حط الضوء عليه، سلط الضوء عليه، ادعمه، اسنده زي ما بتعمل مع التانيين او زي ما بتعمل مع التاني. هو واحد بس اللي بتسلط الضوء عليه فقط لا غير. مش عايزين نتكلم كتير. الواد مكسر الدنيا، ما تديلوش حقه. طلع تزمر للزناطير وتزمر لده وتزمر ده، ولما حد يجيب جون تروح والفخر العرب. لا، احنا عندنا فخر عرب تاني، وتريزيجيه فخر عرب، مشرفيننا كلهم بره. خلي عندك دم وسلط الضوء على ابن بلدك. ادعمه، لسه صغير وطالع. ادعمه عشان يروح يلعب في احسن دوري في العالم. ادعمه، ربنا يحميهم كلهم، ربنا يحميهم كلهم. بس العدل حلو. ما تنساش تدعم ابو الكباتن برضه، وما تنساش التعليق بالصلاه على حضره النبي. تصبحوا على خير.